السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد من قناتي وقناتكم لو بطلنا نسأل. شكرا على المشاهدة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. طبعا احنا مكملين في سلسلة تحولات الأجازات، والنهاردة الفيديو الثالث من فيديوهات السلسلة دي. بالرغم ان انا كنت ان شاء الله ناوي النهاردة على حلقة مختلفة، الا ان بعض التعليقات طلبت مني ان انا اوجه بعض الشباب ان يكون تحولات الاجازات اللي هو بحثهم عن عمل، وطبعا ده اللي هو السن من 15 ل 24 او 23. وطبعا حبيت ان انا استفيض في الكلام عن الموضوع ده لان ده مهم فعلا في الفترة اللي فيها الاجازة. ال3 شهور او ال90 يوم دول تقدر من خلالهم ان انت تغير حياتك، من خلال اولا ان انت تبحث عن وظيفة، والوظيفة ديت ممكن تخليك بعد كده تاخد او تساعدك بعد كده في حاجات كتيرة جدا في حياتك العملية. وليكن على سبيل المثال، انا بالنسبة لي انا طالب دلوقتي عندي 14 سنة واخدت اجازة وبحاول ان انا ادور على شغلانة. انا بقول لك اشتغل اي شغل. انت لو قدامك اي شغل اشتغله، مش لازم تدور على الشغل المناسب ليك. ليه؟ لان انت لو دورت على الشغل المناسب ليك ممكن ما تلاقيش، وبالتالي يأجلك عن ان انت تبدأ تشتغل. وانا بوصي كل ولي امر ان هو يحاول بقدر الامكان انه يدفع ابنه على ان هو يشتغل من صغره. ادفع ابنك على انه هو يتعود على حمل المسؤولية من صغره. انا مش بقول لك ادفع ابنك انه يشيل مسؤولية البيت، لا، انا عايز ابنك يشيل مسؤولية نفسه لو حتى في ال90 يوم بتوع الاجازة. علشان الايام ديت لو الولد اتعود انه يشتغل فيها وانه يتحمل مسؤولية، هتلاقي الولد بعد كده انه يشغل نفسه في حاجة مفيدة، انه هيشغل نفسه عن اصحاب السوق، هيشغل نفسه عن الناس اللي هي البطالين، الناس اللي مش وراها شغلانة، وبالتالي هيبدأ يلتفت لنفسه. حتى القرش اللي هو هيقدر يجمعه من الفلوس الشغل، هيقدر بعد كده لو حابب ان هو يدخل دورة معينة، يدخل كورس معين، عايز يقوي نفسه في مهارة معينة، هتلاقي قدامه انه يجمع الفلوس اللي يعمل بيها الحاجات دي. طيب لو قدر ان هو يشتغل شغلانة تزود من مهارة معينة من مهاراته. طبعا ان عندك شغلانات كتير، انا عندك في طائفة المعمار، عندك في طائفة الالكترونيات، عندك في المطاعم. كل دي شغلانات مش حرام ومش عيب ابدا انك تشتغلها، ولا عيب ان انت من صغرك ان انت تتودك فيها، وانك تكون في الشغلانه كويس فيها، تمارس زيك زي اي حد مارس الشغلانه من الاساس واشتغل من تحت خالص لحد ما بقى كويس فيها، لانك اصلا كده كده انت مش حاطط في بالك ان انت تكمل فيها. ولكن انا بقول لك كده ليه؟ عشان خاطر ما تحسش بانك صغير لو اشتغلت شغلانه مش على هواك، او شغلانه شايفها انت مش قد المقام. لا، انا بقول لك دلوقتي مفيش حاجه اسمها مش قد المقام. طالما الشغلانه دي حلال، طالما الشغلانه بتدخل بيتك مبلغ معين، طالما الشغلانه دي هتكفيك انك تمد ايدك سواء لاي حد مش قادر تمد له ايدك، تقدر تقول ان هي شغلانه كويسه لحد ما تلاقي الشغلانه المناسبه بالنسبه لك. ده غير ان انت هتكتسب مهارات، هتعرف خبرات، هتواجه مشاكل معينة، تقدر من خلال المشاكل ديت لما تواجهها وتعدي من الازمات ديت هتعلمك بعد كده حاجات كتيرة جدا. انك تنخرط في سوق العمل دي حاجة كويسة، هتعودك حاجات كتيرة بعد كده، احسن ما تعود على انك تقعد وتاخد مصروفك من ابوك. اداك النهاردة ممكن ما يديكش بكرة. الوضع في البلد صعب جدا، صعب انك تكون حمل او تقل على والدك. انا عايزك تكون انت تساعد، تقدر عليه، تساعد نفسك اولا وتساعد البيت ثانيا. حاول تكون راجل قد المسؤولية. لما هتشتغل هتحس بقيمتك اكتر، هتحس بمجهودك اكتر، بتعبك، بمكانتك اكتر في البيت. وفي نفس الوقت لما هتشتغل زي ما قلت لك هيساعدك ده ان انت تتعود وتعلم مهارات في دورات معينة بعد كده تاخدها مكثفة، او في كورسات انك عايز تاخدها تزود فيها من مهاراتك، او من اشياء معينة عايز تزود فيها علشان سوق العمل. حبيت ان انا اتكلم النهاردة في الموضوع ده، اتمنى ان يكون استفدنا من الموضوع النهاردة، وارجو منكم ان انتوا تاخدوه بشكل جدي. انزل دور على شغل، انزل شوف سوق العمل محتاج ايه، ما تتكسفش من الشغلانة طالما حلال. اعمل بقدر الامكان على انك تكون فرد ايجابي في مجتمعك، ما توكلش ابدا ولا تقعد على الكافيتريات وتستنى حد يصرف عليك. خليك دايما قد المسؤولية. بحبكم في الله، اشوفكم باذن الله في فيديو جديد من سلسلة تحولات الاجازات. في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.